كان في شاب عنده 25 سنة كان نازل الكافيه مع أصحابه وبيضحك ويهزر وكان رايح عادي يطلب الأوردر بتاعه، وفجأة نص وشه بدأ يميل وكلامه بدأ يتلخبط وما كملش لحظات ووقع في الأرض. لما على طول راحوا المستشفى قالوا لأصحابه إنه عنده جلطة في المخ. فإزاي بقى جلطة المخ بتحصل لشباب صغيرين في السن زي الشاب ده؟ دلوقتي الجلطات ما عادتش مقتصرة على كبار السن، لا بقت بتظهر عادي في الناس اللي عندها 20 و30 سنة، وده بيرجع لعوامل كتير زي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكر وانتشار التدخين بكل انواعه، السجاير والشيشه والفيب وكل حاجه من دول. كل ده بيندرج تحت مصطلح التدخين، وانتشار استخدام حبوب منع الحمل عند البنات، واحيانا بقى الشخص ده ممكن يكون عنده مرض وراثي مش مكتشف بيخلي الدم يتجلط بسرعه. بس اديك عرفت ان كل الاسباب التانيه منتشره دلوقتي، والخطوره هنا ان الاعراض للاسف بتظهر فجاه، ولسه في ناس بتفتكر ان دي دوخه بسيطه او نتيجه للارهاق. والعلامات اللي لازم ناخد بالنا منها هي كلمه فاست، وكلمه فاست هنا هناخد كل حرف ونطلع له كلمه منفصله. يعني مثلا الاف هنخليها فيس، والعلامه ديت يعني نص وشك منمل وان الابتسامه بتاعتك مش متساويه. وتاني حرف هو الاي هنختصرها في كلمه ارم، وهنا الشخص اللي بيبقى عنده جلطه ما بيعرفش يرفع دراعه. وحرف الاس هنطلع منه كلمه سبيتش، كلام الشخص المصاب بيكون متلخبط ومش عارف يجمع الكلام على بعضه. واخر حرف هو التي وهو التايم، هنا كل دقيقه بتفرق ولازم تروح على المستشفى هون. الحل بقى باختصار للناس اللي عندهم جلطات، في اول 4 ساعات ونص في حقنه بتتاخد مذيبه للجلطات، ممكن هنا نلحق الشخص قبل ما يحصل اي مضاعفات. بس لو اتاخرنا عن كده للاسف تعمل مضاعفات زياده والخطر يكبر. فلو شفت اي حد عنده الاعراض دي ما تنساش تتصرف فورا، لان الوقت هنا عامل كبير ومهم. طبعا بقى لو وصلت لاخر الفيديو مش محتاج اوصيك تبعت الفيديو لاي حد تعرفه، لان المعلومات ديت لازم تكون عند كل شخص.